بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام داخل السودان وخارج السودان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أنا بكر يعقوب، وأبدأ حديثي هذا اليوم حول الأكبر الذي يتهدد الأمة، وممكن التنبؤات بوقوع حرب قد تنشب بين مصر والسودان، ممكن أن تصبح تنبؤات حقيقية، ووقوع الحرب أصبح وشيكا. طيب، من الذي يربح هذه الحرب، ومن الذي يخسر هذه الحرب، وما هي موازين القوة بين السودان ومصر؟ طيب، قبل ما أجيب على هذه الأسئلة والتحاليل، وهناك اتفاقية مزيفة، اتفاقية أصلا ملقية بين مصر والسودان، أريد أن أعرج بسيط على حكومة تأسيس. وحكومة تأسيس كانت حكومة ائتلافية مشارك فيها كثير من الحركات المسلحة، ولكنها لم تشارك في الحرب ولا في معركة واحدة ما سمعنا بها. كويس؟ وهذا لا يجوز. يعني كل الحروب بقت على رأس الدعم السريع. أين الحركات الأخرى؟ بعد اليوم إذا أي حركة ما دخلت وشاركت، نحن لا نرحم، على الأقل حنتكلم في هذا الشيء ونطعن فيه. كويس؟ ما ممكن نسمح ب وأنفسنا يعني مركز عبور للسلطة عبرنا نحن. فإذن على الحركات أن تشارك. الحاجة الثانية الدعامة. أيها الدعامة، شدوا حيلكم، وقبل أن تقع الكارثة ما في مجال بعد ده، ولا تتخاذلوا وتتلكؤوا وتقعدوا للوراء، وهناك في نقطة السلام، وهناك في حد قال لنا، وهناك ده ما ينفع خلاص. طيب، لنأتي للاتفاقية التي يتشبث بها كل الطرفين. هي اتفاقية قديما في يوليو سنة 1976 وقعها الرئيس نميري مع أنور السادات، اتفاقية دفاع مشترك. طيب، الاتفاقية الدفاع المشترك ضد من؟ هناك محادثات سلام وأسرار وأشياء ما، وهذا الشيء أزعج القذافي، وبدأ يدعم حركات التحرر اللي بتأتي من السودان، ومن ضمنهم حتى رئيس الوزراء الأسبق اسمه منو هذا، الصادق المهدي. كويس؟ وكل واحد خايف على نفسه. فالتأمت المصالح واتسقت ووقعوا اتفاقية دفاع مشترك من 8 بنود. ضد من؟ كانت ضد ليبيا بالدرجة الأولى، وضد الحركات المسلحة دي، ولجأ ليها طبعا النميري خايف من ان الحركات دي بدعمها القذافي وتطيح بنظامه، فمشى مصر. احنا زمان في حرب قال لهم احنا في حرب 73 وقفنا معاكم وكذا وده. الان انتم التاريخ لا يرحم. كويس؟ والاتفاقية لها مدتها 25 سنة. ال 25 سنة انتهت، وتغيرت الأحداث، وأصبحت متغيرات في المنطقة، وجاء الصادق المهدي رئيس وزراء للسودان، وهو ناقم من المصريين، وقال لهم اتفاقيتكم موصوها واشربوا ميتها. ألغى الاتفاقية، وبعد إكمال ال 25 سنة. كويس؟ وهناك البند السادس من هذه الاتفاقية
بيقول إذا انقضت المهلة حتى لمدة سنة، إحدى الدولتان إذا أعلن الانسحاب من الاتفاقية فهو خلاص له الحق، والاتفاقية تعتبر شيئا من الماضي. إذا الاتفاقية انتهت، وأي محاولة أخرى بدون سلطات هي أصلا شرعية معترف بها شرعيا واتفاق شرعي، بدون هذا لا يمكن أن إحياء هذه الاتفاقية المنتهية. كويس؟ فإذا هذه الاتفاقية انتهت ولا اتفاقية. إذا نبدأ في الحاجات الثانية، وهي الحرب الوشيكة، وربما تقع في المدى القريب. وذكرنا من الذي يخسر الحرب ومن الذي يربح الحرب. والله كثير يتبادر إلى ذهون المستمعين إنه مصر دولة أقوى من السودان، ويبلغ يعني دخلها القومي السنوي قرابة 100 مليار كويس دولار. لا يمكن أن تقارنها بالسودان. السودان دولة ضعيفة، لكن الخسارة اللي الآن الناس بيقولوا السودان هو حيخسر أو الدعم حيخسر، الدعم ما عنده حاجة يخسرها. أولا الدعم ما عنده أي حاجة، بيخسر شنو يعني؟ شيء قبل كده ما عندك وهسه ما عندك، حتخسره كيف؟ الخسارة باللي عنده. وأنا أقول لكم الخسارة، وكثير من المحللين، أنا طبعا محلل، الخسارة الأكبر تقع بماذا؟ أولا بعض الدول اللي بتدعم المتهومة جزافا بدعم السودان، أو دعم دولة تأسيس، أو الدعم السريع بكل وضوح، ودخولها بيكون حرام. لنقصد هنا بالنسبة لتدخل الدول. اسمعوني يا دول دي كلها متدخلة في السودان، اللي دولة واحدة اللي هي بتقول أنا ما متدخلة وما في أي دليل، يقول لها متدخلة، وبيجوبوا هنا بيعملوا اتفاقيات يعني بطريقة غير شرعية من أجل محاربة الشعب السوداني. هذا لا يجوز. هنا تقع الخسائر الغير متوقعة. كويس؟ إما قوات الدعم السريع ليس لديها ما تخسر. هل عندها مواني؟ هل عندها مطارات؟ هل عندها سياحة؟ هل عندها تصدير، مراكز تصدير للمواد الأولية زي مصر؟ تكسب مصر من السودان ما أكثر مما تكسبه من أراضيها وبتصدره، هذا كله حيضيع عليها. ونحن بنقول مصر تخسر في هذا المجال. كويس؟ والحرب سوف تطول، وربما تتطور وتصل إلى دول أخرى وتدخلات أخرى، وهذا لا نريده لمصر ولا نريده للسودان، وإنما نريد لكلا الدولتان السلام وإنهاء هذه النزاعات الغير مجدية والعديمة الجدوى. كويس؟ وهذه توقعاتي لهذه المصيبة، وتسريح القادة المصريين لا يبشر بالخير، ولكن الشعب السوداني سوف يطالب الدول، الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن، ويطالب العالم كويس بالاحتراف بالدولة الوليدة، كويس، وهي الوحيدة الشرعية. وهذا عما قريب إذا الدعامة استمروا وحرروا كل هذه المناطق الأغلبية المناطق في يدهم، والله حيحترفوا بحكومتكم وحتفوزوا. أوعاكم من التراجع للوراء والتخاذل. بكر يعقوب يحييكم من ألمانيا، حتى الرسالة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.